سوزي وطارق اتخطبوا يا جدعان. انا ما بحبش البت دي، ولما بكون بقلب والاقي اي فيديو ليها قدامي بقلبه فورا. دمها مش خفيف ابدا، ما بتضحكش. لما تشوف سوزي لاول مره هتقول ان عندها 25 26 سنه، بس هي في الحقيقه عيله صغير لسه مخلص ثالثه ثانوي. ايوه يا جماعه، انا بالنسبه لي بتوع ثالثه ثانوي لسه اطفال، واللي عايز يعاركني يعاركني. نرجع للفنانه سوزي. مين هي سوزي اصلا؟ سوزي هي فتاه في ال18 من عمرها زي ما قلنا، بتعمل فيديوهات على التيك توك. اتشهرت جدا ومصر كلها عرفتها لما كانت في لايف وبتتخانق مع الحاج ابوها، فقال لها قالت له الشارع اللي وراه. الشارع اللي وراه ده انا راح اعمل لك محضر ابن فجره دلوقتي. انت ممكن تكون اتصدمت دلوقتي لما عرفت ان اللي قالت له الجمله دي كان الحاج ابوها، ده لما كنتش تعرف. طبعا الجمله اتشهرت والناس بدات تصور تيك توك عليها، وبقت ترند ميمز في كل حته، وكل مصر حرفيا بقت بتقولها، لدرجه ان الجمله اتقالت في حوالي 3 مسلسلات في رمضان، كان من ضمنهم مسلسل العتاوله، ومي كساب في اول حلقه من المسلسل قالت اسمها. فالاكونت بتاع سوزي فرقع، وسوزي عايشه على الترند ده لحد وقتنا هذا، ووصلت على التيك توك 4 مليون متابع. الايام دي بقى الفنانه سوزي رجعت وقلبت مصر من تاني بطله جديده وفريده من نوعها. طلعت للمتابعين واعلنت انها هتتخطب للواد بتاعها اللي اسمه طارق. بجد؟ هو انتوا ما كنتوش مخطوبين اصلا؟ امال ايه ده؟ الفنانة سوزي من امبارح وهي بتشارك كل لحظة مع الفانز بتوعها، سواء في الفيديوهات اللي بتنزلها او اللايف اللي مش بيتقفل. حرفيا كل تفصيلة وكل كبيرة وصغيرة المتابعين بيشوفوها. حرفيا الفانز ممكن يكونوا بيشوفوا حاجات امها وابوها وطارق ذات نفسه مش بيشوفوها. من اول ما اعلنت اصلا لحد ما راحت تأجر الفستان، وهي بتختار الفستان، وبعد كده هي بالليل مش عارفه تنام، ولما تصحى الصبح وبتعمل الميك اب وبتعمل وشها وبتلبس، ولما لبست وهي قاعده جنبه، كل حاجه حرفيا. طب اديني سبب مقنع يخليني انا كشخص اشارك كل حياتي حرفيا على السوشيال ميديا، وكأن ما بقاش في حاجه اسمها حياه شخصيه. حرفيا ال4 مليون متابع قاعدين معاها في الاوضه. الفكره ان 45 ولا 50 الف بني ادم فاتحين اللايف وبيتفرجوا على سوزي وهي بتتمكيج. ليه؟ منصات السوشيال ميديا هي منصات لتقديم المحتوى، سواء كان تعليمي ترفيهي، فاللي هو فين محتوى الناس اللي بتعمل كده؟ فين المحتوى في اني فاتح كاميرا وعمال اعرض حياتي على النت، حرفيا بصور وبشير ولا بتعب في اي حاجه؟ هتقول لي ان ده محتوى ترفيهي وان دمها خفيف وبتضحك؟ لا مش بتضحك. سوزي الاردنيه مش بتضحك، زي ما قرات في العنوان كده، سوزي الاردنيه بيض بمعنى الكلمه. واللي عايز يعاركني يعاركني. العيال بتوع ثالثه ثانوي ولسه مخلصين وكلهم مستنيين النتيجه وفي حاله رعب. الفنانه سوزي السلام عليكم، الفرحه المنتظره، انا هتخطب ناو. واول مره في حياتي اشوف خطوبه على السوشيال ميديا تقلب الدنيا كده، جميع الصفحات وجميع الحسابات وكل مصر بتتكلم عنها. انا لقيت 4 من صحابي امبارح بالليل داخلين يقولوا لي اخيرا سوزي هتتخطب. لو سوزي دي كانت خالتكم ما كنتوش هتفرحوا كده. فالموضوع مرعب بجد. انا ماليش دعوه، الناس تحبها الناس تكرهها، دي حريه شخصيه، انا مش طالع اكرهك في حد، بس ما تجيش تقول لي سوزي دمها خفيف وبتضحك. وسوزي مش لاول مره تشارك حياتها، لا هي طول عمرها من ساعه ما فتحت الاكونت وهي بتعمل كده. ده المحتوى بتاعها، بتشيل شعر وشها عادي تطلع تعمل فيديو. يا هي دي دون بيتهم مولع قضاء وقدر، تفتح الكاميرا وتوري الفانز. يا جماعه اقسم بالله الشقه عندي كلها ولعت، مفيش غير الاوضه دي الوحيده اللي يعتبر هقول سليمه، عايزه لها وش بياضه ولا وش نظافه. ده حرفيا تحس ان انت عايش حياتها اكتر منها. فكل اللي انا قلته في الفيديو ده يثبت لكم ان سوزي الاردنيه واي حد بيعمل كده بيض. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. يا ريت كلكم دلوقتي تشتركوا في القناه، فاضل حاجه بسيطه قوي ونوصل 10000 مشترك، فانزل اعمل سبسكرايب دلوقتي وانضم لجيش الحماكش. واهم حاجه تفعل زرار التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو، ولايكات بقى لايكات كتير.